ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايلكم النهارده بحكايه مختلفه شويه عن باقي الحكايات. اتمنى لو عجبتكم تدعموني بلايك وشير وتفعلوا زر الجرس. اهلا بيكم في حكايه جديده. انا بنت في تالتة ثانوي، ما كنتش من البنات اللي بتخرج كتير ولا ليا صحاب، كنت مركزه في دراستي وبس. بابا وماما دايما كانوا يقولولي احنا معتمدين عليكي تبقي دكتوره البيت، بس للاسف انا كنت حاسه بوحده ومحتاجه حد يسمعني، حد يحس بيا، خاصة إن بابا وماما منفصلين وكل واحد فيهم مشغول بحياته. كنت باخد درس خصوصي عند مدرس شاطر جدا، الناس كلها كانت بتشكر فيه وبيشرح حلو قوي، بس كان بيشرح في شقته لوحده. في الأول كنت مترددة، بس مع الوقت بقيت أروح عادي، كنت بذاكر وبسمع منه كلام حلو قوي، كان بيعلي ثقتي في نفسي. في مرة قالي برافو عليك يا منى، انت شاطرة وهتدخلي طب إن شاء الله. الكلمة دي فرحتني قوي، بس خلتني كمان اتعلق بيه. بقيت مستنياه من الاسبوع للاسبوع، بحضر الدرس وقلبي بيرفرف، وبدأت دماغي تاخدني وقلبي يتكلم بدل عقلي. وفي يوم واحنا قاعدين لوحدنا قلتله فجأة من غير تفكير على فكرة انا بحبك. هو اتفاجئ وقال لي منى، الكلام ده انت لسه صغيرة وده غلط. بس انا ما كنتش شايفة انه غلط، بالعكس كنت شايفة انه الحب مش محتاج سن. قلتله انا مش طفلة وانا عارفة انا بقول ايه. قال لي بهدوء ركزي في مستقبلك وما تشغليش بالك بحاجة دلوقتي، وبلاش نفتح كلام ملهوش لازمة. انا فضلت وراه كل درس ازود قرب، وكل مرة ابين له اني بحبه اكتر. وفي يوم جبت لبس معايا في شنطتي، وكنت مقررة اني افاجئه بيه. بعد ما خلصنا شرح طلبت ادخل الحمام ودخلت اوضة وغيرت هدومي، لبست حاجة ما كانتش مناسبة خالص وخرجت بيها. هو اتصدم وقال لي ايه اللي انت لابسه ده؟ قلت له عشان تشوفني بعين تانية، عشان تحس بيا. قال لي بصوت عالي منى، اللي انت بتعمليه ده غلط كبير وما ينفعش. بس انا فضلت اتكلم وقلت له انا بحبك بجد ومش قادره اخبي اكتر من كده. هو وقف وقال لي ارجعي غيري هدومك والا هكلم اهلك. قلت له طيب لو بتحبني حتى شويه ما تعملش كده. وهنا لحظه الضعف جيت، هو ما اتصرفش زي ما المفروض يتصرف، وانا كنت مصره، واللي حصل كانت نقطه سودا في حياتي. بعدها وانا راجعه البيت حاسه اني متلخبطه وتايهه. تاني يوم صحيت على وجع فظيع ونزيف ودوخة، ما كنتش قادرة أقوم من على السرير. كذبت على ماما وقلت لها إن بطني بتوجعني، بس هي لاحظت وابتدت تشك، خاصة لما النزيف استمر. ناديت على مرات خالي، كانت ممرضة، كشفت عليا، وفجأة الدنيا اتشقلبت وصرخت وقالت لهم دي مش بنت. الدنيا ولعت، بابا جه واخويا جه وبدأوا يسألوا ويحققوا. في الأول أنكرت، بس أخويا دخل عليا وأنا بتكلم في التليفون مع المستر، سمعني وانا بترجاه وبقوله مش هقول لحد بس اتجوزني، لكن اهلي ما يقتلوش بعض. اخويا ضربني وقال لي قولي مين، قلت له انك رايحه الدرس. اضطريت اقول له الحقيقه. نزل على الشقه ضربه وقال له يا تتجوزها يا هنخرب بيتك. هو ما قدرش يرفض، وجه فعلا كتب عليا بالعافيه قدام العيله كلها. بس من اول ليله اتحول لانسان تاني. قال لي انت مش مراتي، انت غلطتي وانا مش ناسي الغلطه دي. قعد يعايرني كل يوم ويقول لي انا راجل محترم وانت اللي رميتي نفسك عليا. كنت بعيط كل يوم في البلكونة بصوت واطي، ومش عارفة اروح لمين ولا اشتكي لمين، ولا قادرة اسيبه ولا قادرة اكمل. وكل اللي عملته كنت فاكراه انه حب، بس طلع طيش وضياع وتسرع في لحظة المفروض اكون فيها اعقل بنت. كنت فاكراه جوزي، بس هو كان شايفني غلطة. انا كنت فاكرة ان الجوازة دي هتعالج كل اللي حصل، قلت يمكن لما نعيش سوا يحبني، ينسى اللي حصل. لكن الحقيقة عمره ما نسي ولا حتى سامح، كان بيعاملني على اني غلطة كبيرة. كل ما يشوفني يبصلي بنظرة تقرفني من نفسي، يقول لي انا كنت راجل محترم، انت اللي جرتيني للعار. كنت بعيط كل ليلة، ابوس ايده واقول له طب اديني فرصة، حبني حتى يوم واحد بس هو كان بيرد عليا بكلمة واحدة، انسي. عدى شهرين وانا مش مراته، ولا مرة قرب مني. وفي يوم دخلت عليه المطبخ وقلت له انت ليه مش بتتعامل معايا زي اي جوز؟ انا مراتك، مش كفاية عذاب؟ رد بكل برود وقال لي انا اتجوزتك عشان اهرب بس من الفضيحة، مش عشان بحبك. ساعتها حسيت ان قلبي اتكسر جوا صدري. طب طلقني. ضحك وقال لي انا مش هطلقك، هسيبك متعلقة، لا انت مراتي ولا انت حر. قعدت شهور في بيت امه اتحاسب على كل نفس. حماتي كانت شايفاني بنت حتى لبسي كانت بتتحكم فيه، وتقول لي البسي واسع بلاش تفتني الرجالة تاني. كنت عايشة في سجن، وكل اللي غلطت فيه اني صدقت كلمة بحبك.
وفي يوم لقيته بيكلمني وبيقولي امضي على ورقة طلاقك بس بشرط. قلتله شرط ايه؟ قالي تكتبي انك غلطانة وانك انت اللي عرضتي نفسك ليا. صدمت من الكلمة. عايزني امشي وانا مكسورة؟ رد وقالي مفيش حد كسرني غيرك. وقعت الورقة ومشيت من البيت وانا متدمرة. رجعت البيت اهلي، ابويا مش طايق يشوفني، اخويا كل ما يلمحني يقولي انا اللي جبت العار لبيتنا. بقيت ميتة وانا عايشة، لا جامعة ولا طموح ولا جواز ولا حتى احترام من حد. بس مع الوقت ابتديت ألملم نفسي، دخلت معهد واشتغلت في محل ملابس، وقلت هبني نفسي من تاني. بس كل ما حد يتقدم لي كانوا بيرفضوا عشان ماضية مش نضيف. وفي يوم بعد سنتين شفته صدفة، كان ماشي مع مراته الجديدة وبنته الصغيرة. قلبي وقع، بس وقفت وابتسمت. هو شافني وبصلي بنظرة فيها شوية خجل، بس أنا كنت خلاص بقيت أقوى. ومشيت من يوم ما انكتب كتابي عليه وأنا عايشة في كابوس. هو بقى إنسان تاني ما بقيتش عارفاه، كل يوم يدخل يزعقلي ويشتمني ويضربني على أي حاجة تافهة. كل لما اتكلم يقولي انت اللي عملتي في نفسك كده، استحملي. أنا بقيت خدامة في البيت، لا ليا احترام ولا كرامة، أطبخ وأنضف وأغسل، ولما يجي يلاقيني تعبانة يقولي ما هو ده الطبيعي لأي واحدة زيك. كنت بعيط كتير وبنهار أكتر، وفي نفس الوقت كنت لسه حاسة إني بحبه أو يمكن متعلقة بيه، مش عارفة. وفي يوم دخل عليا ووشه فيه غضب مش طبيعي. قال لي سمعت انك اتكلمتي مع مرات صاحبي، كنت بتحكي لها عني؟ قلت له انا كنت بس بشتكي، حسيت اني مخنوقه. راح ضربني بالقلم ووقعني على الارض وفضل يزعق وانا ساكته، دموعي بتنزل من غير صوت. وفي اخر الليل وانا نايمه متكوره في الركن سمعته بيتكلم في التليفون بيقول لصاحبه انا مش طايقها، انا هستحملها كام يوم وهرميها في الشارع، ابوها مش هيقدر يقول حاجه بعد اللي حصل. قلبي وقع، هو ناوي يطردني؟ انا ماليش مكان اروح، وانا اصلا دخلت الحياة عشان بحبه. تاني يوم حاولت اتكلم معاه، قلتله انت بتقول للناس انك هتسيبني؟ قال لي ومالها يعني، انت مش مراتي، انت بس لعبة وخلصت. قلتله بس انا انسانة ليا مشاعر وليا كرامة. قال لي كرامتك دي خبيها عند أهلك. وبدأ يتعامل معايا بشكل أبشع، كل يوم يحاول يذلني أكتر يهني أكتر، وأنا ساكتة مش عشان ضعيفة، بس عشان ما عنديش حد. ومن ساعتها أنا قررت أقول لكل بنت ما تكرريش غلطي، الحب الحقيقي عمره ما يبدأ بغلط، واللي بيحبك بجد هيخاف عليكي ومش هيستغلك. حافظي على نفسك عشان انتي غالية، حتى لو الدنيا كلها قالت غير كده انتي غالية. وبكده نكون خلصنا حكاية النهاردة، يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم ادعموني بلايك وشير وفعلوا الجرس. باي باي حلوين.